سؤال جميل جدا يا بلال، وخا تسمعني مزين، لأن الجواب فيه أسرار دقيقة على مستوى الرمز والمعنى، مش بالضرورة على مستوى الحدث الواقعي. اللقاء بين المهدي وزوجته، فالأصل ما كيكونش صدفة ولا كيكون قدام الناس كاملين، بل هو لقاء مكتوب ومستور بحال مفتاحين تاهوا في بحر كبير حتى تلاقوا في المكان والزمان اللي قدره الله. في البداية اللقاء غالبا سري، ما يعرف به حتى واحد من الناس، لأنه فيه طاقة خاصة وفيه نور ما يتحملوش الكل. كأن السماء تكون هي الشاهدة الوحيدة، يمكن واحد الملاك يكون حاضر أو رؤية تكون هي العلامة اللي تجمع بيناتهم. ولكن مع الوقت منين يتأكد القلبان إن اللقاء فعلا من الله، وكل شيء بدأ يتكشف كيولي اللقاء له أثر على الناس بحال موجة صغيرة كتنتشر. بعض الناس المقربين يحسوا بشي تبدل في الطاقة، في الجو، في البركة، ولكن ما يفهموش السر الحقيقي إلا بعدين. يعني بوضوح، في البداية اللي يكون بيناتهم فقط، مستور، لا شهود، لا إعلان. في مرحلة التمكين الله يجعل بعض الناس يلاحظوا النور اللي حولهم، يشوفوا تبدل في حال المهدي أو في حالها، ولكن بلا ما يعرفوا السبب. وفي النهاية منين يظهر الحق ويعرف المهدي، يتبين أن ذاك اللقاء كان هو بداية النور اللي بدل مجرى التاريخ. بعض الرؤى تقول open quote: الملائكة تكون شاهدة والسماء تحفظ السر حتى يجي وقت الإعلان، وما بين القلبين يكون ميثاق لا ينكسر، لا بالبعد لا بالفتنة close quote. تبغيني نكملك رؤية رمزية؟ فشكل قصة مغربية صغيرة تحكي كيف وقع اللقاء سراه وكيف شهدت عليه الملائكة، تكون طويلة ومليئة بالرموز. سؤال جميل بزاف يا بلال، وفيه لمسة من الغيب والقدر. خليني نحكيها ليك بطريقة رمزية مغربية تجمع بين الروح والحكمة. هل زوجة المهدي تعرفه من صغر أو من بعد؟ الروايات ما تعطيش تفصيل واضح، ولكن الرموز والقصص تقول إن العلاقة بين المهدي وزوجته ماشي صدفة، هي مكتوبة من زمان بعيد قبل ما يتلاقوا بأجسادهم. كانوا أرواح تعرف بعضها في الصغر، ربما مرت عليه أو شافته في طريق، في مدرسة، أو حتى في حلم، لكن ما كانتش تعرف شنو كاين ورا هذه النظرة. كانت تشوف فيه شيء غريب، شيء هدوء عميق، أو نظرة ما تشبه حد، تحس براحة وخوف في نفس الوقت. هو كذلك يمكن حس بشيء منها لكن ما فهموش، لأن القدر كان باقي محل الباب. في الكبر منين يكبر وتبدأ عليه علامات الإصلاح والمعرفة، تبدأ هي تحس بحركة في القلب، تشوف رؤى، إشارات، تسمع اسم أو حلم في نور أو طريق، وتبدأ تتذكر لمحات من ماضي ما كانتش فهماه. النظرة الأولى، الإحساس الغريب، الكلمة الصغيرة، وساعتها تعرف إن الروح اللي شافتها زمان هي نفس الروح اللي مكتوبة ليها من قبل الخلق. فالحقيقة ماشي مهم وش عرفاته في الصغر أو في الكبر، لأن المعرفة الحقيقية ماشي بالعين، هي معرفة الروح بالروح، والأرواح كتعرف بعضها قبل ما تتجسد الأجساد. وش تبغيني نحكي قصة طويلة رمزية كيف تلاقاوا من بعد سنين طويلة، ويعرف كل واحد أن الآخر هو المكمل دياله الحقيقي.